عندك الكور عايز 8 عايز 8 بيلعب كرة أمامية طويلة بدماغه بيحاول فيها على طول رقم 13 وكان متواجد أيضا يعني طارق خطاب اللي بيزيد في الكرات الأمامية للنادي المصري، كرات ألعاب الهواء تتحول إلى ضربة مرمى لنادي إنبي. راح لها على طول الحارس محمد عبد المنصف صاحب ال 38 سنة، واحد من ناشئي نادي الزمالك. بيلعب كرة أمامية تعدي وسط الملعب في وسط ملعب نادي المصري على طول. كولين كده بيلعب كرة أمامية، لاما كولين كرة عالية وبيعتذر لطبعا زملائه. الكرة اللي فاتت تم تسديدها بشكل يعني في تسرع، لكن عملها كويس جدا الحقيقة. عامل بيقفل كده زوايا التمرير وتخبط مرة أخرى، وبيستفيد لاما كولين من الدفاع الحقيقة قام بواجبه الدفاعي، كان مركز قوي لاما كولين. اتمنى ان شاء الله ان احنا نشاهد مباراة ممتعة بين النادي المصري، مباراة مقفولة لكن سعيد مراد يتقدم ماشي 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 وشرك الخارجي. يا ولد يا ولد، اول ظهور حقيقي، اول ظهور حقيقي للنادي المصري البورسعيدي بوش القدم الخارجي داخل منطقة الجزاء. يعني شيء عمله الحقيقة بشكل اليوم بيعلن ان قدوم وتواجد الجماهير في المدرجات قريبا ان شاء الله. دي محاولة من جديد داخل منطقة الجزاء، لكن ترجع مرة أخرى العجوز تاني بمرة. العجوز صاحب الشعر المميز كده في تيم النادي المصري، حتى على الأرض كده افتكرنا طبعا نجم النادي الإسماعيلي أحمد العجوز، طبعا مفيش كلام. عمرو موسى تاني، موسى تاني هوبا، لكن على طول على طول مفيش غير عبد المنصف. معاها تشجيع بعض الحضور من الإداريين أو الصحفيين المسؤولين طبعا عن النادي المصري البورسعيدي اللي بيتابعوا كل صغيرة وكبيرة الحقيقة، متابعة حسيسة لجمهور النادي المصري اللي متواجد خلفه. وبالتالي المصري البورسعيدي امامه يعني خيارات النهارده ان هو لازم تعديل بعض التواجدات في وسط الملعب، تغيير الرؤيه الهجوميه. الحقيقه اعتقد ان العجوز ما هوش مخضوض وهو بيستلم الكوره الحقيقه، يعني ما عندوش خضه الحقيقه، وبعدين بياخد فاول وبيكسب مكان. وحتى الجاريه بتاعته في الملعب بتميز هذا اللاعب الحقيقه. لاما كولين لاعب غاني صاحب 26 سنة، عنده يعني كان لاعب للداخلية ولاعب لنادي ظفار العماني الداخلية المصري. ضربة الحرة المباشرة، ولا زال كابتن محمد عادل يعطي في انتظار اعطاء الاذن. بالفعل اعطى الاذن، وضربة حرة داخل منطقة الجزاء وحوار ونقاش، ولكن تتحول الى ضربة المرمى. في فاول، في قرار من حكم اللقاء الحقيقة رمزي صالح، في فاول رمزي صالح هيلعب هو الضربة الحرة. أحمد يونس بدل من إبراهيم يحيى في يعني إصابة مفاجأة هو الآخر. يعني نتمنى يعني تغيير اضطرار الحقيقة، ونتمنى السلامة لكل اللاعبين. كرة أمامية على حدود منطقة الجزاء، تغيير اتجاهات وصلاح هوبا يا ولد، مفاجأة خطيرة، مفاجأة خطيرة جدا جدا. لسه المحاولات لإنبي من ناحية الشمال، تحضير تاني والعرضية مين يقابل المرة دي؟ حضرها صلاح يا ولد، باكورد حب يحطها بشكل كده في مهارة عالية وفي صورة تلفزيونية، ولكن ايه لاما كولين وحطها كويس جدا. رقم 6 صلاح سليمان، الله صلاح سليمان والله. انبي بعد التبديل، وقدامنا طبعا اسامه ابراهيم الباك الايمن واقع على الارض. سلامات سيد عبد العال هو اللي واقع على الارض، وحكم اللقاء كابتن محمد عبد العال متواجد الحقيقه. ويعني الكره اللي فاتت في منتهى الخطوره، لكن شوف سرعه رد الفعل، الله هوبا، كره خطيره خطيره. لكن يعني بالبوكس كده الاثنين اهو، شوفوا لما كولين بيعمل ايه، يعدي واحد والتاني هوبا تاني، لكن على طول بيضغط سعيد مراد
كرات في منتهى الخطوره. خلي بالكم من لاما كولن. لاما كولن ده، لاما كولن لاعب مميز جدا وعائد يعني سعيد مراد في الكرة اللي فاتت دي. سعيد مراد بيحضر تاني لاما كولن، لاعب مميز جدا وصنع لاعب مميز جدا هو يعني ونور على منطقة الدايرة. ولكن كل لاعبي الفريقين باستثناء واحد او اتنين متواجدين في ملعب انبي على اساس ان هو راجع للخلف قوي. كالعادة اسامة ابراهيم ضربة حرة من وجهة نظري انبي يعني عندها حلول او عندها افضليه في التواجد على ارض الملعب بفضل مجموعه المهارات اللي حتى الان او مجموعه اللاعبين اللي عندهم يعني الاحتفاظ بالكره ومحاوله المرور بشكل يعني ما فيهوش ضغط او توتر. الحقيقه نادي المصري حتى الان التوأمه او مجموعه الملائمات داخل الملعب محتاجه لكثير من التواجد. وادي اللمسه على طول عمرو موسى والانطلاقه، انطلاقه ربما تكون معاها الاستفاقه محاوله من جديد. هوبا! مش ممكن رقم 4 بتعمل ايه يا راجل؟ ده عايزه تحط دماغك بالقوه، عايز تحط. شوف الراجل ادي التمريره سعيد مراد يا ولد، حطها في المكان الفاضي وشايفه ويلا جات لك. مش ممكن. بتعمل ايه دي؟ مش عايزه تحسس عليها ابدا، مش عايزه تحسس عليها يا عمرو موسى ابدا. وادي بوشه عاوزه الصوره قريبه طبعا من الحكم في كده يعني وجه صورة او قريب الشبه من النجم طبعا، نجم التعليق الزميل ايمن الكاشف. كان طبعا يعني في اختلاف بسيط لكن الصورة قريبة. وادي الضربة الحرة المباشرة مع حكم اللقاء وايضا مع مخرج اللقاء من خلال الكادر اللي قدام شايفينه قدامنا دوت رقم 16 صلاح. وهوبا! هدف اول عملها صلاح عاشور عشان يحرز الهدف الاول في اللقاء لنادي انبي. يتقدم زي ما قلت لحضراتكم مع الدقيقه 29 يتقدم نادي انبي بهدف لصلاح عاشور رقم 10 من ضربة رأس. يتلقى التهاني وضربة حرة. مفيش حد هنا، الراجل لوحده لمسها بدماغه لمسة بديعة، لمسة فيها قمة السحر، فيها قمة المرونة. الراجل جاي حطه ورا، مش ممكن واقف قدامه، ما ينفعش. تمركز دفاعي وتحرك دفاعي للنادي المصري في منتهى الخطورة. يا راجل واقف قدامه. طبعا الكرة اللي فاتت لمسة بديعة، ادي كرة وادي ضربة الرقم. شفنا اللاعب لاما كولن الحقيقة قدامنا طبعا صورة توضح الضربات الحرة اللي قلت لحضراتكم هل يستفيد منها نادي انبي. ضربات حرة كتير قوي هنا، وده تأكيد ان في ضغط لنادي انبي، بتأكيد ان ايضا يؤكد ان نادي المصري دفاعه بيتعرض لضغط وهجوم بشراسة من نادي انبي. الحقيقة ان كان بشكل متوازن بين الدفاع والهجوم، لكن انبي حتى الان على الهادي. واحد لصلاح عاشور والضربة الحرة امامية اللي حابب يعملوها زي الشراب كده لكولن، لكن الحقيقة رقم 16 عملها بشكل محمد ناصر. الحقيقة الضربات الثابتة مهمة جدا وبدأ يستفيد منه في الجبهة اليمنى. الحقيقة هو بيجي ناحية الشمال عشان يلعب الضربات الثابتة قدامنا. الحقيقة كانت يعني داخل 18 الحقيقة عمرو موسى، يعني معرفش يعني احمد موسى الحقيقة حطها بشكل غريب قوي، لكن الكرة والهجوم لازال لانبي حتى الان داخل وسط ملعب النادي المصري. لاما كولن بيحضر لنفسه كويس. ادي لاما يدخل على منطقة الجزاء كده، يحطها بوش القدم خارج والتاني للانبي. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ لا انبي زي ما قلت لحضراتكم قمة الهدوء، نعم، قمة الارتاحية، نعم، حطها بوش القدم. خلينا نستمتع مع مخرج اللقاء، خلينا نستمتع مع النقلة. شوف النقلة، ادي الراجل مين بيدافع هنا؟ وش القدم، فيش تمركزات، والراجل اكاكبو بدون صياغة وبدون فكرة عن يعني عمليات دفاعية. الحقيقة الراجل لاما كولن اهو سلم، اهو انتشر. شوف الكرة لمسها ازاي، وش القدم، لمسة سحرية، لمسة بديعة الحقيقة داخل منطقة الجزاء، وقعود يحرز الهدف الثاني لإنبي. 2-0. سيد عبد العال غير متواجد في مكانه، احمد العجوز بدأ ياخد يعني قرارات للامام وبيلعب ديفنس، كل الحاجات دي. وسعيد مراد خد الجبهة دي على عاتقه والعرضية من يقابل، لكن ربما يكون في فكر للمدير الفني، لكن التأخر بهدفين قد يعطي يعني تساؤلات كثيرة الحقيقة، تساؤلات كثيرة. والمصري البورسعيدي يتأخر بهدفين وتقهر تاني. اقوى قود، يا بيلعبوا الكرة
كرة سهلة لكن أكاكبو المرة دي أكاكبو المرة دي قاعود لو سددها بقوة ما يقدرش يعمل لها أي حاجة. إيه اللي بيحصل في خط الظهر؟ مفيش تناغم في خط الظهر، واعتقد الهدف الاول صدر نوع من عدم الارتحاد. الكره الراجل هو بينفرد الراجل بدون، فالحقيقه واحد من ضربه راس والتاني بالقدم طبعا بعد احساس الثرو باس الجميله جدا اللي ضرب اللي خط الظهر بالكامل هيطلعهم بره الحقيقه، وانطلاق وحريه الحركه مفيش ضغط زي ما حضراتكم بتشوفوا. ادي الراجل اهو لسه بيدافع يعدي، والمهاره المهاره والقائم، المهاره والقائم لما كولن بتحبه رجعت له تاني لكن طلعت بره. برافو طبعا هاني العراقي متواجد المساعد الاول. لكن اي مهاره لما كولن ده فرق كبير. وادي الراجل يغرد احمد رفعت وهو داخل منطقه الجزاء وكانه بيقول عندي المتاح، عندي السحر كراس حربه او كوينج. لكن سيد عبد العال يروح ناحيه اليمين ماشي، اسامه العزب راح ناحيه اليمين، وسعيد مراد يعود للشمال مره اخرى، وادي ناصف تاني والعرضيه نفس الكره منتهى الخطوره، عاوز يحضر لنفسه. خد قرارين مره اخرى طارق يعني خد قرارين الحقيقه. اللاعب 14 حب يحطها نور السيد ولكن خد قرارين وتطلع بره، يا في منتهى الخطوره. لسه خطيره لما كولن ادي صلاح عاشور، صلاح يتقدم للامام، ادي نور السيد اهو، نور السيد وتسديده اي حاجه بره بيفقد امكان رميه التماس تاني على الارض. كرة لنور السيد، وهذه صافرة حكم اللقاء بتقدم النادي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مشاهدي التلفزيون المصري والنيل رياضة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقاء الشوط الثاني النادي المصري البورسعيدي ونادي إنبي ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من مسابقة من أحمد رفعت. نور السيد، ادي نور بيلعب عند لاما كولن، ادي لاما بيستلم لاما هو بيغير اتجاهاته داخل منطقه الجزاء، يقتحم منطقه الجزاء لكن عنده رغبه الحقيقه، عنده شجاعه اللي قدامنا ده لاما كولن اللي راجع عنده رغبه كبيره جدا 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 من متميز الحقيقه. كره اصبحت قريبه جدا جدا من النادي المصري اللي بيحاول الحقيقه ان هو يعني يحصل على هدف اول مع بدايه الشوط الاول على اساس ان هو يفك هذا التراس. محاوله اشرف تاني، تعدي المره دي من عبد المنصف ولكن سهله تصل، حطها اشرف لكن من بره تبقى ضربه مرمى. ادي الكوره اهو مره اخرى نشوفها تاني، وادي على المستوى القائم الثاني هوبا لكن تطلع بره في منتهى الخطوره. زي ما قلت لحضراتكم اللعبه على المرمى ده. اشرف تاني، اشرف عاوز يعدي اشرف مجهود كبير، خدها اشرف صعبه جدا وسط هذه المجموعه الكبيره من مجموعه اللاعبين الحقيقه، يعني غابه من السيقان صعبه جدا. ايد واحده ما بتسقفش يا اشرف، ويطلع عبد المنصف من اعلى نقطه وياخدها كده في لقطه، لكن روح التفاعل الحقيقه حماس كبير جدا. وادي رؤوف طبعا وفي الجبهه اليسرى يلم كده بوش القدم ويضم على وسط الملعب مكانه اشرف، وان كان بيميل طبعا للهجمات او للجهه الهجوميه. ادي محاوله تاني سعيد يا ولد يغير اتجاهاته، سيد عبد العال بدا ياخد واجبات هجوميه والعرضيه من اشرف. فاتت دقيقه اشرف، فاتت فعلا تمريره وافضل لعبه للنادي المصري على مر الحقيقه الشوط الاول والثاني الحقيقه، باستثناء الكره طبعا اللي حطها احمد موسى مع الشوط الاول ما ملاش دماغه في الكوره تمام، وبالتالي هجمات المصري اصبحت لها شكل يعني الحقيقه في الشوط الثاني. على الارض لمسه ولعبه، كره اماميه في وسط الملعب، استلام رفعت تاني، احمد رفعت وماشي رفعت ادي رفعت لسه راح لكورته عشان يستلم. رفعت بيحضر بيستنى تاني عند ناصف تاني، وادي صلاح عاشور لمحمد ناصف. كل الكلام ده الانبي كده في وسط الملعب، لكن نادي المصري الشوط الثاني مختلف على اساس انه بيضغط بقوه. موسى سعيد مراد بقول لحضراتكم هو بيحب الشمال بيعتنقها الحقيقه، عنده اعتقاد. ادي جمعه تاني، جمعه راح للمكان اللي بيفضله، ادي جمعه وادي سعيد مراد شالها من قدامه مره اخرى. فرصه خطيره للنادي المصري وبدماغه المره دي ضربه راس كده من رؤوف، لكن سهله للحارس عبد المنصف. ادي المحاوله خدها من قدامه مره اخرى جمعه، وادي العرضيه عشان يعيد. اكد طبعا كره
والكاميرات تتابع طبعا محمد عبد المنصف. الضربه الركنيه للنادي المصري، بيأجل تاني جمعه لورا تاني، لعزب على الارض كده لمسه للجمعه تاني، ودي كره اماميه اول واحده لاحمد ايمن منصور طبعا ابن كابتن ايمن منصور، ودي محاوله رؤوف تاني رؤوف يا تاني مش ممكن رؤوف تاني بمنتهى الخطوره، هوبا، لكن لمسه يد سليمه في يد السيد عبد العال الحقيقه، لمسه يد ادي قدامنا اهو رؤوف حط جسمه كويس جدا وغير اتجاهاته، هوبا حطها في الزحمه، لكن هنا معاه رقم 8 يدخل معاه بقوه المره دي جمعه، ولكن ايمن منصور تاني مره اخرى وبيحاول فيها السيد عبد العال، لكن يعني تطلع بره وتتحول الى طبعا ان سعيد مراد عنده لاصقه. قدامنا الكابتن ويلسون تاني اكاكبو على الارض، موسى، سيد عبد العال هو اللي بيروح كصناعه لعب، وادي سعيد مراد بطن القدم واشرف تاني، يا ولد غزالي ولا ايه؟ محمود الغزالي ولا ايه؟ مش ممكن، يا ولد ضربة رأس رائعة جمعة حرجم عليها وحطها جميلة جدا. ادي سعيد مراد وادي امكانيات طبعا التواجد في المكان المناسب، وضربة رأس كده يتفرج عليها زينا بالظبط، وضربات الرأس يعني اقول لحضراتكم ايه، المتقنة، وضربة رأس رائعة عشان يحطها احمد جمعة صاحب ال27 سنة. من وجهة نظري الخاصة التي لا قيمة لها ابدا انه صلاح عاشور فقد معيار او ترمومتر التوجيه الحقيقه، وادي انطلاقات اشرف اللي بالفعل كانت ورقه رابحه جدا. اشرف تاني، اشرف لو راحت يا مركز قوي يا صانع اللعبه قوي، شوف التركيز، وعبد المنصف كمان، لا لعبه حلوه. محمد اشرف كنترول عالي جدا، لكن علت القائمين والعرض، ادي الكره اهي بيتابعها هو، يعني لو كاميرا تجيبها الارضيه هتشوفوا قد ايه في المنطقه الفنيه. العب بسرعه لا زال الحائط خد له اكتر، يعني اقول لحضراتكم ايه، عدينا ال10 ثواني علشان الحائط البشري، ولا زال لاعبي المصري بينتظروا، وحكم اللقاء طبعا لاعبي الانبي طبعا عايزين يعني يمددوا في الوقت شويه، وده محاوله من جديد، لكن بره تبقى ضربه مرمى. انبي طبعا بيضيع في الوقت، ولاعبي المصري لم يستعجلوا الكوره، وتطلع كرة ادي الحماس يعديها موسى كده، وادي سعيد مراد يلعبها، لكن يعني غاب في اللقطة الأخيرة، كان بيحاول عليها حقيقة رقم 13 طارق خطاب، وجه جديد طبعا، واحد صاحب 23 سنة أيضا، يعني على فكرة أردني وفلسطيني الجنسية. طارق خطاب لاعب للوحدات، ادي على الأرض تاني ومحاولة لقعود، ادي قعود بيغير اتجاهاته داخل منطقة الجزاء نادي المصري. ويلسون بعقلة أول لناصف في وسط الملعب، ودي كرة أمامية طويلة ومحاولة لأحمد أيمن منصور على الأرض تاني، لمسة ولعبة لجمعة تعود مرة أخرى لموسى، وانطلاقة كده لكن تصل لأكاكبو، ودي كرة أمامية طويلة كده، لكن مفيش غير يعني حارس المرمى. وأخيرا أنساتي الساداتي بينهي حكم اللقاء كابتن محمد عادل لقاء نادي انبي ونادي المصري بتقدم نادي انبي بهدفين لهدف للنادي المصري. الف مبروك لنادي انبي، وهارد لك لنادي المصري وجمهوره الغفير. الى اللقاء، مع تحيات احمد حجازي والمخرج ابراهيم مبارك، شكرا، الى اللقاء.